السلام عليكم، معكم حنان. مرحبا بكم في حصه جديده. اليوم ان شاء الله باذن الله غنعطيكم واحد صلصه، يعني صلصه البيتزا روعه غزاله بزاف، غتعجبكم ان شاء الله باذن الله لانها بروفيسيونيل، خديتها من عند واحد الشاف ايطالي. المهم بلا ما نطول عليكم، انا خدمت لكم بها بيتزا هي خاصه غير بالبيتزا، يعني ما يمكنش نديروها في لي بات اولا في المعجنات. اذا بالنسبه للمقادير اللي غنحتاجو 500 غرام ديال الصلصه ديال الطماطم اللي كتشاهدوا معايا هي امامكم. هاد الصلصه ديال الطماطم كنت ديجا حضرتها معكم، يعني غير الطماطم كتاخذوهم بالقشور ديالهم، كطحنوهم، كتخليوهم يغليو واحد المده حتى كيعقدوا واحد شويه. صافي. دونك عندي هنايا 500 غرام ديال صلصه الطماطم، عندي جوج ديال الحبات ديال الطماطم. لقيتو دوك الطوال استعملوهم احسن، ما لقيتوش خدموا غير بالعاديه. عندي تقريبا 120 غرام ديال البصل. هذيك 120 غرام تقريبا هي ملي كنشلضوا البصله كنعبروا كزد العنبه، داك هو اللي غادي يدخل في 500 غرام ديال الصلصه ديال الطماطم. والثوم، بالنسبه للثوم اكيد ما غاديش نستعمل، اولا الثومه اكيد ما غاديش نستعمل ديك الكميه كامله، غنستعمل فقط واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم تقريبا. وغنحتاج القليل من المركز ديال الطماطم، وصفه ديال مطيشه الحك اللي كنت حضرت معكم. صافي. زيت البلديه والريحان اولا البازيليك، وغنحتاجو الزعتر، الابزار، الملحه، السكر. المهم داكشي غادي نشوفوه من بعد. الاساس اللي حطيت لكم دابا باش تشوفوه معايا. بالنسبه للاناء فاش غادي نخدمو اولا المقله، بالنسبه للكاسرونه فاش غادي نخدمو خاصها ضروري تكون ثقيله. الا شفتوها ما ثقيلاش ديروا تحت منها هذيك الحديده اللي كنوضعوا للطاجين، ديروها تحت منها. اذا اول حاجه غادي نديروها قبل ما نبداو نطيبوا في الصلصه ديالنا، قبل ما نبداو نخدموا في لاصوص ديال البيتزا، خاصنا ضروري بعدا نوجدوا العناصر كاملين. كيف كتلاحظوا معايا انا بديت كنقشر في انا بديت كنقي في الطماطم. اكيد ما غاديش نحيد لها القشور، غير كنقطعها لطريفات صغيورين اولا مكعبات صغار. من بعد مريت البصل حتى هو عملت له نفس الشيء تقريبا. صافي. من بعد ما يعني كلشي اصبح عندي جاهز، خديت واحد الكميه تقريبا ديال 100 غرام، يعني 8 المعالق صغار ديال صلصه ديال الطماطم. هذيك هي اللي غنخدموا بها في الاول، عاد غادي نضيفوا الكميه كلها، فغتعبروا 8 المعالق صغار وغتكبوهم، غتعطيكم تقريبا 100 غرام. صافي. الان غادي نمروا باش نخدموا الصلصه ديالنا. بالنسبه للصلصه ديالنا كيفاش غادي نخدموها؟ اذا غادي تاخذوا الكاسرونه غتوضعوها فوق النار، كيف قلت لكم حاولوا تكون شويه ثقيله. غادي تنقصوا شويه الحراره ديال الموقد. غادي نستعملوا تقريبا 4 ديال المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نكبوهم وغادي نخليوهم حتى كتسخن لينا زيت الزيتون. ما تخليوهاش يطلع فيها البخار، لا، غير تسخن، يعني يطلع فيها البخار صافي بدات كتحرق، فغير تسخن لينا. نحسوا بالزيت ديالنا بلي راه سخنات مباشره، كنفرغوا فوق منها هذيك. ولكن انتبهوا الله يرضي عليكم، ملي تبغيو تكبوا اولا ملي تبغيو تفرغوا ديك 100 غرام ديال صلصه الطماطم، بعدوا وجهكم، كحزوا الدراري الصغار من حداكم لانها كتبقى طرطق، فهذه ردوا معاها البال عافاكم. هانتوما عبرت لكم تقريبا كاس ديال العنبه تقريبا حتى لهنايا 100 غرام. دابا عندي زيت البلديه هي سخنات، غادي نبعد شويه الكاميرا، غادي دير شي واحد الفرقعه. هذه عاد بغيت نبعد الكاميرا. الان غادي نصب هذا الخليط ديالي. الزيت صافي سخنات، ما تخليوهاش يطلع فيها الدخان. هاد المرحله ما غاديش نقيسوها نهائيا. من بعد ما ضفت الصلصه ديال الطماطم حاولوا ما تقيسوهاش، ما خصناش نقيسوها، خصنا نخليوها تبدا تغلي بوحدها، ما نقيسوهاش. اذا من بعد ضفت معلقه صغيره ديال الملحه، 2 معالق ديال السكر، معلق صغار اكيد، وضفت معلقه صغيره ديال الحار، يعني ديال الحار، الفلفل الحار. صافي. من بعد غادي تحسبوا دقيقه، خاصكم تحسبوا دقيقه عاد غادي نبداو نحركوا ضروري. دونك من بعد ما كتفوت هذيك الدقيقه عاد كنبدا نحرك في الصلصه ديالي. صافي. ملي كنبدا نحرك فيها يعني
ما غاديش نضيفوا البصل كيف كتلاحظوا معايا انا عبرتو لكم في الكاس كيف كتشوفوا معايا. اذا البصل ما غاديش نضيفوا امتى الوقت اللي غادي نعرفوا باننا صافي خصنا نضيفوا البصل. الوقت اللي غتضيفوا البصل هو ملي غتبداو تحركوا في هذيك الطماطم مع الزيت الزيتون، وغتلاحظوا بان زيت الزيتون كتفترق على الطماطم. اذا كيف كتلاحظوا معايا راه غادي تشوفوا معايا في الفيديو، يعني كنبدا نحرك كنشوف راه صافي يعني زيت الزيتون مفروقه على الطماطم، كل وحده كتبقى معزوله بوحدها. ملي كنبدا نخلط هذاك هو الوقت المناسب فاش غادي تضيفوا البصل. صافي من بعد ما كنضيفوا البصل ديالنا كنغطيو عليها، كنوضعوا الغطاء الاناء وكنخليوه يعني حتى كتدبل عندنا البصل بشكل تام، يعني ضروري خاص البصل تدبل مزيان. من بعد ما كتدبل لينا البصل اشنو كنديروا؟ كنضيفوا هذيك ال 500 غرام، هذيك 400 غرام لان حيدنا فيها 400 غرام. كنضيفوا هذيك 400 غرام ديال صلصه الطماطم اللي بقات عندنا وكنحركوا مره اخرى. كنضيفوا القليل من الماء، تقريبا واحد 60 مليلتر تقريبا ديال الماء، ما كاملاش نص عنبه تقريبا، لان كيكون عندنا الخليط عاقد بزاف فخاصنا ضروري نجريوه واحد شويه. صافي من بعد ما كنضيفوا هذيك 60 مليلتر ديال الماء شنو غادي نضيف من بعد منها؟ كنضيف الزعتر، عندي ملعقه صغيره من الزعتر اولا الزعتره اللي عندكم استعملوه. عندي ملعقه صغيره من البازيليك اولا من الريحان. عندي ملعقه صغيره من البزار اولا الفلفل الاسود. هادشي اللي ضفت عندي في المكونات كيف كتلاحظوا معايا في الفيديو. صافي من بعد شنو ضفت؟ من بعد ضفت هذيك الطماطم اللي عندي، هذيك المدشه اللي كنا قطعنا مكعبات، هي اخر حاجه كنضيفوها في الاخير. بعد ما كتضيفوا الطماطم ديالكم اللي قطعناها طريفات صغار كنغطيو على الاناء، ضروري خاصنا نغطيو عليه لان المطيشه كتبقى دير ديك بوك كتبقى طير، يعني كتبقى طير من الاخر، فضروري خاصنا نغطيو عليها. كتغطيو عليها وكتخليوها طيب تقريبا على الاقل 15 دقيقه وهي كطيب على راحتها. دونك اخر حاجه غنضيفوها هي الثوم. من بعد ما كتمر ديك 15 دقيقه مره بداو تجيو تحركوا عليها، يعني ماشي 15 دقيقه خليوها مره واحده لا لانها كتكون عاقده بزاف، فمره بداو تجيو تحركوها. صافي من بعد كنضيفوا الثوم ديالنا. انا استعملت 3 ديال الفصوص ديال الثوم بركه، يعني في 500 غرام 3 الفصوص ديال الثوم كافيين. عندكم جبن البارميزان حتى هو ضيفوه كيجي زوين في هاد الصلصه بزاف. اذا غنخلط هاد الثوم اللي حكينا نخلطوه مزيان. هما الثوم ما كيطيبوش، يعني الثومه ما كيطيبوهاش، لكن انا غادي نخليها طيب واحد شويه باش ينقص لها داك الجهد ديالها، ونتلاقاو من بعد باش نطحنوا الصلصه ديالنا. اذا صافي من بعد ما كنضيفوا ليها الثوم كنخليوها غير واحد شويه فوق النار تقريبا واحد 5 ديال الدقائق. صافي كتحيدوها وكتخليوها دقيقه وكطحنوها مزيان. اذا من بعد ما كطحنوها الا بغيتو صفيوها ماشي اشكال، الا ما بغيتوش خليوها. انا ما صفيتهاش لانني طحنتها مزيان، صافي ما صفيتهاش خليتها هكذاك. صافي كيف كتلاحظوا معايا من بعد ما خليتها بردات مزيان دخلتها للثلاجه وزادت بردات اكثر. صافي من بعد كنعمرها في هذوك الكؤوس ديال السيليكون وكندخلها للمجمد. فاش ملي كنجي كنبغي نجبد يعني ديك الكميه اللي بغيت كنحيدها، يعني غير كيتجمدوا كنحيدها من دوك الكؤوس ديال السيليكون كنوضعها في الفيلم اليمونطير. فما كنبغي نحضر بيتزا كنجبد وحده وكنخليها حتى كتطلق، اولا كنت مزروبه كنحطها يعني كنوضعها مباشره في الكاسرونه وكنسخنها شويه. صافي كيف كتلاحظوا معنا هذه الوصفه ديالنا ديال سلسله البيتزا. انا اكيد ان شاء الله باذن الله غتجربوها غادي تعجبكم، فما تبخلوش عليا باللايك اولا بالاعجاب الى عجبكم الفيديو. اكيد اللي ما مابونيش معنا اولا اللي ما مشتركش معنا يشترك في القناه ويفعل الجرس. نتلاقاو ان شاء الله مع الوصفه القادمه اللي غتكون ان شاء الله بيتزا، غنحضرها معكم ان شاء الله باذن الله. صافي نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. تهلاو في راسكم، السلام عليكم.